حكايتنا النهاردة بتتكلم عن كاي، بنت عادية جدا بتروح محاضراتها الصبح وبتدرس محاسبة في الجامعة زي أي حد فينا، لكن في جانب مظلم ومخفي تماما من حياتها، وهو الجانب اللي بيتحول فيه القلم والآلة الحاسبة لأسلحة مميتة، لأن كاي ببساطة وباختصار قاتلة مأجورة. ويلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا النهاردة بمدير أعمال ممثلة مشهورة خطفتها عصابة، وبيستعين بمنظمة وبيطلب منهم المساعدة. وبنشوف بعد كده كاي بتوصل للغرفة المطلوبة وبتبدأ مهمتها، وبتقتل أفراد العصابة واحد واحد وبتنقذ الرهينة المحتجزة. لكن الأمور مش بتنتهي هنا، لأنها بمجرد ما بتخرج بيظهر مجموعة جديدة من المافيا، فبتطلب من الرهينة الانتظار وبتبدأ جولة جديدة من القتل بدم بارد. ولأن كاي محترفة جدا بتكون محضرة نفسها لأي طوارئ، فبتخرج مسدس من شنطتها وبتنزل فيهم ضرب. وبنشوف كاي بتراوغ بحركات رشيقة جدا، وبعد المعجنة دي بتروح للرهينة وبتاخدها توصلها لمدير أعمالها. وبعد ما بيشكرها بتوصل كاي للعربية التابعة للمنظمة، وبيكون مستنيها زورا المساعد بتاعها. وزورا بيسألها عن الممثلة، وكاي بتكون قاعدة تاكل آيس كريم وبتقرا كتاب عن المحاسبة. ومع كلام زورا الكتير بتقوم كاي وبتخلع عنه الشعر المستعار، وبتقوله ما تسكت بقى، ده انت رغاي واصلع. وبعدين بتقول لزورا ان كل حلمها تعدي من اختبار المحاسبة. وتاني يوم في الجامعة بترجع كاي مجرد طالبة عادية بتحضر دروسها، وبعد انتهاء اليوم الدراسي بتركب الأتوبيس، لكن مش بتلاقي معاها فلوس، وبتكون مرتبكة جدا، لكن شخص من وراها بيدفع لها. وبعد ما بتركب بتشكره وبتطلب منه ياخد اللي معاها، وبتقوله هرد لك الباقي لما نتقابل مرة تانية. المهم ان بعد كده بنشوفها عند مطعم وبيكون مكتوب عليه ممنوع الدخول لغير الأعضاء، وبنعرف ان ده مكان القاعدة بتاعة المنظمة. ولما بتدخل كاي بتلاقي زورا قاعد مع الرئيسة وفي جثة على الأرض، فبتقول لهم هو ايه ده، وبعدين بتجري على الرئيسة وبتحضنها، لكن هي بتبعدها عنها وبتقول لها ما كفاية تلزيق بقى. ولما زورا بيحاول يتدخل بياخد ضربة ترقده على الأرض، وبعدين بتفتكر المسدس اللي معاها وبتديه لزورا، وهو بيقول لها المفروض ما تجيبيش الحاجات دي معاكي هنا. المهم ان بعد كده بيدخل زميل كاي واتانابي وبيتصدم من المنظر، لكن الرئيسة بتقوله هو انت مش بتعرف تقرا؟ مكتوب بره ممنوع الدخول لغير الأعضاء. فبيعتذر وبيبص لكاي، وبتحاول الرئيسة تلغوش على الموضوع وبتقول لزورا خد المسدس اللعبة ده والراجل السكران وطلعهم بره. فبيتنفس واتانابي وبيقول لهم الحمد لله، أنا كنت فاكر إن هنا وكر للقتلة. بعد كده بنشوفهم قاعدين بياكلوا، وفجأة بتضرب واتانابي بوكس عشان يفقد الوعي وما يشوفش الراجل اللي أخد زورا رهينة. وبعد كده بتقفل كاي الباب وبتستعد، لكن الراجل بيضرب زورا بالرصاص، فكاي بتعمل حركة لولبية وبتديله بالرجل فبيقع. ولأن الراجل بيضرب بالرصاص بطريقة عشوائية بتحاول الرئيسة تحدف سكينة لكاي، فبيضربها الراجل بالرصاص، وساعتها بتطير السكينة وبتنزل عند واتانابي اللي بيتعور وبيفوق على منظر القتال، لكنه مش بيكون خايف وبيكون معجب جدا ومذهول بحركات كاي. فبتعتذر له كاي عن اللكمة وهو بيمسك السكينة وبيديها لها، فبتروح كاي وبتوجه ضربة لرقبة الراجل، وفي نفس الوقت بيفوق زورا وبيديله طلقة تجيب أجله. وبتكون الباروكة اللي لابسها زورا عبارة عن خوذة عشان تحميه. وبعد ما الفوضى دي بتخلص بيبصوا لواتانابي، وزورا بيقول للرئيسة هنعمل ايه معاه، لكن واتانابي بسرعة بيقول أنا بدور على عمل بدوام جزئي وممكن أعمل أي حاجة. وعلى الجانب الآخر بنشوف شخصين قاعدين بياكلوا، وواحد فيهم بيحاول يعتذر للتاني، لكن التاني بيقوله انت غلطت 3 غلطات وهتتحمل العقاب. اولا بتكلمني وانا باكل، وثانيا بتحاول تهاجمني من الخلف. وبيقوم يقتل كل اللي موجودين باستخدام ادوات المائدة، وبيلف للقائد اللي بيحاول يضربه بالرصاص وبيناديله بميتشيتاكا من غير كلمة السيد او اي القاب، وبيقوله ده بقى خطأك الثالث وهو انك مش بتحترمني. وبيسد مجرى الرصاصة التانية وبيرشق رصاصة في رقبته، وبعدين بيلف للباقي وبيكمل عليهم بكل وحشية. وبعد شوية في مقر عشيرة دايناما بيدخل ميتشيتاكا وبينحني ليه الكل، وبيكون في ساعتها اجتماع لأفراد العشيرة، وبيبدأ قائد العشيرة يقول نكت بايخة ومحدش بيضحك عليها غيره. فبيسأل القاعدين ما بتضحكوش ليه، هي النكت بايخة؟ فواحد بيقول له بصراحة نكتك سخيفة، فهو بيقول لهم ازاي ما تضحكوش على نكتة القائد قالها. وبعدين بنشوف تيرانو اللي بيكون المسؤول المالي وهو نفسه اللي ساعد كاي، وبيقول ان قائد العشيرة هيتحاكم عليه بالسجن المؤبد. فبيقول للقائد انا شكلي كده هتسجن مدة طويلة، وبيفكر في الخليفة بتاعته عشان ما يحصلش نزاع بين أفراد العشيرة، وبينادي على 2 من أفراد العشيرة وبيقول إن خليفته لازم يكون الأقوى والأكثر جنيا للمال، والأهم من كده لازم يكون
الأكثر ولاء للعشيرة، وكأنه بيعلن يعني إنها مسابقة بينهم. وبعد كده بنشوف كينوتشا بيدخل مقر شركته، وبيبدأ مساعده أيابي يقوله إنهم جمعوا مبلغ كبير في حساب منفصل. فبيقوله كينوتشا إن القائد هادي، لكن هل هنقدر نخدع المسؤول المالي؟ فأيابي بيستهزأ وبيقوله تيرانو ده ولا حاجة. المهم إن كينوتشا بيخطط لقتل كل الأعضاء التنفيذيين للعشيرة عشان ما يفضلش غيره ويسيطر عليها. وبعد شوية بنشوف تيرانو رايح يقابل أيابي في مكتبه، وبيطلب منه يطلع على كل حسابات الشركة. فبيسمح له أيابي، لكن وهو بيطلع على الحسابات بيبدأ يهدده وبيقوله لو قلت حاجة غبية هتندم كده زي حد نعرفه. وبالليل أيابي بيكون ماشي في الشارع، وفجأة شخص بيديله بوكس يوقع له صف أسنانه، وبيقوله عشيرة كونيتسو بتبعت لك السلام، وبياخدوه معاهم. وفي مقر المنظمة بيلعبوا، بينما كاي قاعدة بتتابع فيديو للقطط، وزورا بيضرب واتانابي على إيده وبيقول له آسف إيدي جت عليك من غير قصدي. فبيقوم واتانابي رادد الضربة، لكن المرة دي على وشه، وبيقول له أنا كمان آسف إيدي جت عليك بالغلط، وبيقوموا يمسكوا في بعض. فبتتدخل كاي وبتاخد باروكة زورا عشان توقف الخناقة، بس الخناقة ما بتقفش وبتنضم كاي ليهم بعد كده. وساعتها بيجي اتصال وبترد الرئيسة، لكنها بتلف وبتزعق لهم عشان يسكتوا. ولما بتخلص المكالمة بتقول لكاي عندك مهمة جديدة. وفي نفس الوقت في المستشفى كورا بيكون نايم وتيرانو قاعد بيراجع الحسابات، فبيفوقوا بيسألوا فيه ايه. فبيقول له تيرانو في خاين بيسرق من فلوس العشيرة عشان يعمل ثروة خاصة بيه، وأكيد الخاين ده هو كينوشتا. وعند كاي الرئيسة بتشرح لها المهمة، وإنهم هيشتغلوا لصالح كينوشتا، وإن الهدف هو عشيرة كونيتسو اللي خطفوا أيابي بعد ما اداهم معلومات غلط خسرتهم فلوس كتير، وإن كينوشتا وكونيستو بيقطعوا في بعض لأنهم بيتنافسوا على خلافة عشيرة دنما. وبعدين بتنطلق كاي وواتانابي وزورا لأداء المهمة. وفي المستشفى بيسأل كورا تيرانو يا ترى ناوي على إيه؟ فبيقول له تيرانو ناوي أدمرهم. وبعد شوية بنشوف كينوتشا داخل مقر عشيرة كونيتسو ومعاه كانيكو، وبيقعد كونيشتا وكونيتسو قدام بعض، وبيقول كونيتسو إن أيابي خسروا 20 مليون، فبيعرض عليه كينوتشا شنطة فيها 100 مليون، لكن كونيتسو بيقول له ده كتير والموضوع بقى مريب بالنسبة له. لكن كينوتشا بيضحك وبيقول له ده عشان أوريك بس قد إيه أنا مخلص. فبيقول له كونيتسو حاسس إنك كداب، بس ماشي يلا خلينا ورا الكداب لحد باب الدار، وبيأمر مساعده يوديهم لحد أيابي. وعند كاي اللي بتتجهز للمهمة بتسأل زورا عن داريا، واللي بتكون قناصة محترفة وبتبدأ تجهيز سلاحها وبتاخد مكانها. وبتبدأ بعد كده مهمة كاي وبتحاول تدخل المقر، لكن الحراس بيمنعوها، فبتطلب منهم دخول الحمام وهم برضو بيرفضوا. بس فجأة الباب بيتفتح وبيسمح لها المساعد بالدخول، وبمجرد ما بتدخل كاي بتبدأ عملية القتل زي العادة بطريقة سلسة وحركات رشيقة كأنها طايرة في الهواء، وأي حد بيجي قدامها بياخد طلقة. وبعد ما بتخلص عليهم بيجي دور كونيتسو اللي بيقف قدامها وبيسألها انت مين وعايزة ايه، وبيدخل كينوتشا وبيقول لها برافو عليكي. وبنعرف ساعتها ان مساعد كونيتسو خانه، لكن كونيتسو بيقول لكينوتشا انت للدرجة دي مثير للشفقة عشان تدخل قاتلة مأجورة في شؤوننا. أما كينوتشا بيدي للمساعد مسدس وبيقول له اقتله، لكن المساعد بينزل على ركبه وبيقول له أرجوك أنا هعمل أي حاجة إلا دي. فبيقول له كينوتشا أنت اخترت تبقى خايم فما تبقاش جبان. وفي وسط المحادثة دي بينتهز كونيتسو الفرصة وبيكون لسه هيطلع مسدسه، فبتجيله طلقة من داريا تقتله، وبيلف كينوتشا لكاي وبيقول لها أحسنتي وبيقتل مساعد كونيتسو. بينما كانيكو بيبص من الشباك وبيشاور لداريا وبيكون شكله يعرفها، وده لأنه بيقول لكاي وصلي لداريا إن المرة الجاية هتواجهني. وبعد فترة في شركة أيابي تيرانو بيحاول يفتح الخزنة، وده عشان يكشف الاختلاس والسرقة. وتاني يوم قائد العشيرة بيكون واقف يأكل السمك في البحيرة، وبيدخل ماتشيتاكا وهو بيدندن أغنية وبيقف جنبه، لكن القائد بيقول له على اللي حصل لعشيرة كونيتسو وإن اللي قتلهم قاتلة مأجورة، وبيتعصب جدا. فماتشيتاكا بيقول إنه مش مهتم بالقتلى، لكن كل اللي استفزه إن اللي قتلهم بنت. وبعد شوية تيرانو بيعرض للقائد الحسابات وبيقول له إن في حاجة غلط، وبعد ما بيشوف الورق بيرميه على الترابيزة وبيقول له لو كنا هنقتل كينوتشا يبقى لازم نضعفه الأول، وعشان كده هو محتاج لأدلة أكتر. وتاني يوم في محل الرامن بتدخل كاي وبتلاقي زورا قاعد مع داريا، وبيقول لها ما ينفعش تفضلي عايشة في الفنادق، وبيعرض عليها بيوت تختار منها. فبتقول له أي حاجة مش مهم، لكن مي بتقول لها إزاي أي حاجة، وبتبدأ تختار لها بيت مناسب. وبتبص لها داريا وبتقول لها يا ريت كان عندي عقليتك، وبيكون باين عليها الهم.
فبتحاول كاي تخفف عنها وبتقول لها قولي لي حلم واحد بتحلمي بيه. فبتفكر داريا في ماضيها وازاي كانت محتجزة. وبعد شوية بيروحوا الشقة وبيقفوا على السطح وبتقول داريا إنها حبت المكان. وبعدين بتلف لكاي وتقول لها إن الإنسان مش هيخسر حاجة مش عنده وعشان كده هي ما عندهاش أي حاجة. لكن كاي بتقول لها إن الإنسان لما بيملك حاجة بيجتهد أكتر عشان ما يفقدهاش. فبتبتسم داريا وبتقول لها انت غريبة جدا. وبعدين بتحكي داريا لكاي إن والديها اتقتلوا على يد زملائهم من المافيا لما شكوا إنهم خاينين وأخدوها معاهم وعلموها إزاي تقتل وبيكون باين عليها آثار التعذيب. وبعدين بتسأل كاي عن سبب شغلها كقاتلة مأجورة، بس وهم بيتكلموا بيتفاجئوا بطلقة رصاص من كانيكو فبيهربوا فورا. وبيبدأ كانيكو يجري وراهم كأنهم في لعبة مطاردة. وبتدخل كاي وداريا شارع مقفول لكن بيقابلهم ماتشيتاكا اللي بيكون جاي ينتقم منهم على اللي عملوه في كونيتسو. وبيكون كل اللي فارق معاه إن هم بنات. وبيبدأ القتال بينهم وماتشيتاكا بيكون عنيف جدا وبيكون لسه رايح لكاي فبتتعلق داريا في رجله فبيطلع قلم من جيبه وبيرشقه في بطنها. لكن كاي بتجرحه بالسكينة وبعدين بتقطع حبل فبينزل عليه كراتين وبتاخد داريا وبتهرب. وبعد ما بتتنقل داريا للمستشفى الدكتور بيقول إن كل المساعدين مشغولين وبيطلب من كاي تروح معاه عشان تكون مساعدته. المهم إن بعد كده بنشوف زورا بيقول لواتانابي إنه هيروح ينظف العربية وما يخافش لأن المافيا متفقين إن مفيش خناق في المستشفى. وبيفضل واتانابي قاعد على كرسي الانتظار لحد ما بيجي كانيكو وبيقعد جنبه. فبيحاول واتانابي يتكلم لكن كانيكو بيديله بالروسية في مناخيره. فواتانابي بيقوله انت مش عارف ان القتال محظور في المستشفى، ما تقوم تمشي. فكانيكو بيمسكه من هدومه وبيهدده. وفي اللحظة دي بترجع كاي وكانيكو بيسألها عن حالة داريا لكن كاي بتقوله انا مش ملزمة ارد عليك. فبيقول لها انه ممكن يفضل وراها ويجبرها على الرد. فكاي بتبتسم له وبتقول له ما عنديش مانع جرب لو تعرف. فكانيكو بيقول لها انت مجنونه وبيسيبها وبيمشي. وبعدين بيروح لها واتانابي وبيقول لها انا شكلي اتولدت للشغلانه دي. فبتقول له يبقى هيكون عمرك قصير. فبيقول لها ما عنديش مانع يكون قصير لو كان معاكي واتمنى انك ما تحسيش انك اتخلقتي للشغل ده عشان عايزك تعيشي حياه طويله. فبتطبطب كاي على واتانابي وبتديله باقي الازازه اللي كانت بتشربها. وبعد كده في طريق العوده بيكون واتانابي ماسك الازازه وحاضنها وبيفضل زورا يبصله باستغراب. وتاني يوم في المستشفى بتروح كاي تجيب حاجه تشربها وبتقابل تيرانو. فبيقول لها على فكره انت لسه مديونه ليا بفلوس. لكن كاي بتقول له معيش فلوس دلوقتي. وبيروحوا بعد كده الغرفة وبيلعبوا لعبة الأحجار. وبتقول كاي إنها دايما بتلعب بالأحجار البيضة وده لأنها بتحب تشوف اللون الأسود هو اللي سائد لأنها كل مرة بتخسر. وفعلا بتخسر كاي وبتقول له أنا همشي. وبنشوف تيرانو بيفتكر ذكرياته مع كورا وإنهم كانوا في مهمة وبعد ما أتم كورا المهمة جاله طلقة مفاجأة أصابت العمود الفقري وتسببت في شلل. وبيكون كانيكو هو الفاعل. وفي يوم بالليل بيكون تيرانو قاعد في المستشفى كالعادة فبينادي كورا عليه وبيقول له أنا عارف انك عايز تسيب المافيا بس مش قادر بسببي. لكن تيرانو بيقول له ايه اللي انت بتقوله ده. فبيغير كورا الموضوع وبيقول له نفسي اشرب قهوه وحتى لو مش هشربها عايز اشم ريحتها. فبيروح تيرانو عشان يجيب له قهوه لكن لما بيرجع بيكتشف ان كورا انتحر عشان يحرره. فبينهار تيرانو وبيقرر ينتقم فبيسرق فلوس العشيره وبيهرب. وبنرجع لكاي اللي الرئيسه بتقول لها ان مهمتها الجايه هي قتل تيرانو وبتسالها ناويه على ايه. فبتقول لها كاي هكمل شغلي. وفي الشركه عند كينوتشا بيكون ماسك ايابي اللي نازل على ركبه وبيساله عن كميه الفلوس اللي اخدها تيرانو. فبيقول له انه سرق 100 مليون من الحساب المعلن والفلوس اللي في الحساب المخفي. فكينوتشا بيسأله تفتكر ليه عمل كده. فبيقول له ايابي ان شكله كده اكتشف مخططاتهم. وساعتها بيبدأ كينوتشا يدعكوا في الارض. المهم بقى ان عند كاي بتكون بدأت تنفذ المهمة وبتدخل زي عادتها برشاقة وسرعة واللي بيجي قدامها بيموت. وبيكون في 3 حراس بتستفرد بكل واحد فيهم لكن بتسمع حارس من وراها بيقول لها ترفع ايدها. فبتمثل انها تستسلم لكن بتحدف عليه سكينة وبتوقعه على الارض وبتكمل طريقها لحد ما بتوصل عند تيرانو وبتوجه السلاح ناحيته. فتيرانو بيتفاجئ انها قاتله مأجوره وبتقول له انا كمان اتفاجئت اني لازم اقتلك. وبتقول له لو عايز تقول كلمه اخيره او تدخن حتى سجاره هسمح لك. فبيقول لها انا مش لازم اموت دلوقتي. وفجاه بيجي اتصال لكاي من الرئيسه انها توقف المهمه مؤقتا. فكاي بتقول لتيرانو ان الاداره بتتناقش هل تقتله دلوقتي ولا لا. وبعدين بتطلع كتابها وبتبدا تذاكر. فتيرانو بيقول لها انت مجنونه ايه اللي انت بتعمليه دلوقتي
كده. فكاي بتقوله المفروض تتكلم باسلوب احسن من كده، وعلى فكرة الانسان ممكن يتعلم في اي حتة طول ما هو بيحاول، ولما بيعرف انها بتدرس محاسبة بيعرض عليها المساعدة. وعلى الجانب الاخر بيكون القائد قاعد وبيسأل كينوتشا عن المبلغ اللي اخده تيرانو، فبيقول له ان تيرانو اخد 100 مليون بس، لكن القائد بيقول له انت متأكد من المبلغ؟ فكينوتشا بيضطر يطلع للقائد تسجيل لمكالمة تيرانو اللي بيقول فيها انه سرق 130 مليون، ولو كينوتشا ما قالش على غير ال 100 مليون ده هيكون دليل على انه بيسرق. ولما كينوتشا بيحس انه اتكشف بيحاول يلبس الموضوع لايابي، لكن ايابي بيضحك بسخرية وبيقول له انا مش مصدق انك هتلجأ للحيلة دي. فبيطلع كينوتشا مسدسه وبيهدده بيه، لكن ايابي بيستفزه اكتر وبيقول له اضرب، مستني ايه؟ لكن القائد بيوقفهم وبيقول لهم انا اللي اقول مين اللي يموت ومين لا، وقبل اي حاجة لازم ترجعوا الفلوس اللي اتسرقت. فكينوتشا بيقول له انه اكيد هيرجعها. وبنرجع مرة تانية عند كاي وبنشوف تيرانو قاعد يشرح لها اللي هي مش فاهماه، وبعدين بتقول له انت استاذ رائع. فبيضحك تيرانو لانها نادته استاذ، وهم قاعدين بيجي اتصال لكاي من كينوتشا وبيكلم تيرانو وبيقول له انه عايز يعمل معاه صفقة. فتيرانو بيقول له انا هرجع لك الفلوس لكن عايز اعرف الحقيقة عن اصابة كورة، وبيسأله بيقول له هو انت اللي امرت بقتله؟ لكن كينوتشا بيقول له انا مش فاكر غير ان القائد كان معجب بيه فهو حس بالغرور، وده هو ملخص القصة. وبعدين بيقول له على فكرة كمان انت هتحصله وهيقطعوك لقطع صغيرة. فتيرانو بيقول له انا كنت متوقع اني مش هعيش كتير زي ما كنت عارف انك مش هتقول الحقيقة. وبيطلع ولاعة وبيولع في الفلوس المزيفة قدام كينوتشا وهو بيضحك. فبيتعصب كينوتشا وبيطلب من كانيكو يجمع كل قواتهم عشان يروحوا يخلصوا على تيرانو. وبعد شوية بيوصل رجالة العصابة وبيقولوا لتيرانو انهم جايين يخلصوا عليه، وبتكون كاي أدت مهمتها وبتشكر تيرانو على مساعدتها في المحاسبة، لكن وهي خارجة العصابة بتستهزأ بيها. فتيرانو بيمسك حديدة وبيحدفها عليه وبياخد كاي وبيستخبوا. المهم انه بيعرض على كاي تشتغل معاه في مهمة أخيرة وبتوافق، وفعلا بتطلع المسدس وبتبدأ تشتت انتباه العصابة وبتخلي الرصاص ينزل عليهم زي المطر، وبتقدر كاي بحركاتها الرشيقة تتفادى كل طلقات العصابة وبتخلص عليهم كلهم. بعدين بنشوف كاي وتيرانو في العربية وبتسأله عن خطته بعد كده، لكن هو بيقول لها انا ما فكرتش في ده. فبتبدأ تتكلم عن الأحلام وبتقول له لازم يكون عندك حلم عايز تحققه. وفي وسط كلامهم بتطاردهم عربية من ورا وبيكون السواق بتاعها ماتشيتاكا، وتيرانو بيحذرهم منه لأنه قاتل بدم بارد ومش بيهدى إلا لما يقتل هدفه. فزورا بيحاول يسيطر على العربية وبيدخل زقاق ضيق وفيه عمال، وبسبب مطاردتهم لبعض بيتسببوا في فوضى. والعربية اللي فيها كاي وتيرانو بتكون ماشية على جنب واحد وبتطلع كاي مسدسها وبتبدأ ضرب النار، لكن عربية ماتشيتاكا إزازها بيكون مضاد للرصاص، ولما بتكون كاي هتقع تيرانو بيلحقها. فزورا بيقول لهم والنبي مش وقت رومانسية، خلونا في الهم اللي احنا فيه. وبعدين بيلف بالعربية يواجه ماتشيتاكا وبيصوب وطنابي على الإزاز كورة حمراء بتمنع الرؤية، وساعتها بتقدر كاي تهرب هي واللي معاها، لكن لسوء الحظ البنزين بيخلص وبيلاقوا فجأة جثة شخص محذوفة على العربية. فبينزلوا وبيطلعوا يجروا، لكن ماتشيتاكا بيكون وراهم وبيمسك زورا من رقبته وبيقول لهم انا جيت. وبيقدر زورا يهرب من ايد ماتشيتاكا وبيقول لكاي تهرب، وبيستنى هو وواتانابي عشان يعطلوا ماتشيتاكا. فماتشيتاكا بيستهزأ بيهم، وزورا عشان قصير بيقدر يتفادى لكماته. ولما ماتشيتاكا بيحاصره واتانابي بيروح عشان يساعده وبيمسكه وبيترجاه ما يأذيهوش. فبيستغل زورا الموضوع وبيرش عليه سبراي من الفلفل، ومع ذلك ما بيقدروش يهربوا، وماتشيتاكا بيضربهم هما الاتنين بوكس مرة واحدة. وعند كاي وتيرانو اللي بيكونوا بيحاولوا يهربوا لكن بيلاقوا ماتشيتاكا في وشهم، وبيقول لتيرانو انه لازم يرجع الفلوس الاول وبعد كده هيعاقبه، وبيكون عارف ان الفيديو بتاع حرق الفلوس كان مجرد خدعة. فبتطلب كاي من تيرانو انه يهرب لكن هو بيرفض، فبتصر عليه كاي وبتقول له ده شغلي. فبيقول لها تيرانو مفهوم وبيمشي، وبيطلع ماتشيتاكا جهاز لاطلاق المسامير وبيبدأ يوجهه على كاي. فبتحاول تحمي نفسها لكن بيصيبها بعض المسامير وبيضربها ماتشيتاكا بالرجل يوقعها على الارض. وبعدين بتبدأ بينهم معركة بالايد وبتحاول كاي تتفادى ضربات ماتشيتاكا، لكن ماتشيتاكا بيتعمد يضربها اكتر في اماكن اصابتها. فبتقع كاي على الارض وبتكون قوتها خلصت. اما عند كينوتشا بيكون جمع رجالته ووصل لمكان تيرانو وبيقول لهم الخطه كالاتي: هنقتل تيرانو وبعدين هنقتل ماتشيتاكا واخيرا هنخلص على قائد العشيره عشان كل حاجه تبقى بتاعتهم. وبعد شويه تيرانو بيلاقي ماتشيتاكا ظهر وبيساله تيرانو عن كاي، فبيضحك عليه وبيقول له انه قتلها. وفي نفس الوقت بيدخل كينوتشا ورجالته فبيهاجمهم تيرانو وبيهرب. وبعد شويه قتال بيتواجه كينوتشا وماتشيتاكا وبيقول له دلوقتي وقت عقابك. وبنرجع بقى لتيرانو اللي بيلاقي كيناكو قدامه
وبيقول له يا محاسن الصدف، دلوقتي بقى هتشوف صديقك في الآخرة. ولسه بيحط ايده على المسدس بتيجي طلقة من بعيد في ايده، وساعتها بنعرف انها داريا وبتضربه بعديها طلقة في دماغه. المهم ان عند كاي اول ما بتفوق بيحاول زورا يحضنها، لكن وتنابي بيوقفوا وبيمسكوا في بعض. بعدين عند كينوتشا بعد ما بيكون ماتشيتاكا كسحهم كلهم بيحاول يتصل بحد يلحقه، وعند داريا وتيرانو بيسألها عن كاي، وبتكون لسه داريا هتتكلم بيجيلها ضربة من ماتشيتاكا توقعها على الأرض، وبيحاول تيرانو وداريا يقفوا قصاده لكن ما بيكونش في فايدة، والراجل شكله مصفح، وبيكون كمان مصوب جهاز المسامير على تيرانو. بس بتظهر كاي فبيصوب عليها هي، لكن كاي بتتحرك بسرعة جدا ومفيش حاجة بتلمسها، فبيهددها انه هيصوب على داريا، وبتقف كاي مكانها مستنية الضربة، لكن تيرانو بياخدها مكانها. فبتطلع كاي السماعات من شنطتها وبتشغلها وبتبدأ من تاني. فبيسأل ماتشيتاكا نفسه هل هخسر المعركة، وبتكون المعركة سريعة جدا، وكاي بتضرب ماتشيتاكا ضربات متلاحقة وبيكون جسمه مليان دم، واخيرا بتوجه له الضربة القاضية وبيقع ماتشيتاكا داخل السد. وبعد شوية بنشوف تيرانو وكاي عند الجسر، وتيرانو بيشكرها، لكن كاي بتقوله انها استمتعت بوقتها، فبيقول لها انت فعلا غريبة جدا، وبيضحكوا. لكن فجأة بيقع تيرانو على الأرض بسبب رصاصة من كينوتشا، وبيروح لكاي وبيضربها فبيغمى عليها، ولما بتفوق بيروح كينوتشا لتيرانو وبيقول له شكلك معجب بيها وعشان كده يبقى انت اللي هتقتلها. لكن تيرانو بيعرض عليه صفقة وبيقول له انا هديلك كل الفلوس وتسيبها، بس المفتاح بيكون متوصل بقنبلة وبتنفجر فيهم. المهم ان بعد كده ايابي بيروح لقائد العشيرة وبيبلغوا انهم ماتوا، وبيطلب منه ايابي يسلموا الزعامة، لكن القائد بيمسك راسه وبيعمل نفسه هيموته، وفي الاخر بيسيبه وبيقول انا كنت بهزر معاك وما ينفعش انك تكون القائد. وعند كاي بتكون لسه مصدومه وبتطلب من زورا يسلفها 30 ين، وبتحدفهم ورا تيرانو وبتقول له انا سددت الدين. وبعدين بالليل بنشوف ماتشيتاكا اللي نجا وبياكل رامن عند الرئيسه، واللي بتقول له ان دي اخر مره هتستقبله فيها. وبعد ايام بتروح كاي اختبار المحاسبه، لكن وهي بتقلب في تليفونها بتلاقي صوره بتدل على ان تيرانو لسه عايش. وبيخلص فيلمنا على كده، ويا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.